السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا أشرف المرسلين. حبيباتي إن شاء الله تكونوا بألف خير، وانتم تشوفوا في هذا لا فيديو رجعت لكم بوصفة جديدة. تحلية بزاف بنينة واقتصادية، والمكونات تاعها متواجدة في أي منزل. يعني بعد لا فيديو هذا أكيد راح تنوضي وتجربيها، يعني تهبل تهبل تستاهل أنكم تجربوها. للوصفة تاعنا واش راح نحتاج؟ المكونات سهلة ماهلة كما راكم تشوفوا. عندي 2 ملاعق كبار كاكاو، عندي كاس سكر، عندي نصف كأس مايزينا، عندي كأس فارينة كما راكم تشوفوا حبيباتي، وعندي لافاني اختيارية إذا تحبوا ديروها إذا تحبوا تستغناو عليها. أنا نحب ريحة لافاني في الحوايج توجور نديرها. عندي إطرة تاع حليب حبيباتي، وعندي ملعقة كبيرة زبدة، وملعقة كبيرة شيكولا أتارتيني. عندي كأس شانتي وكأس حليب بارد. الشانتي والحليب والزبدة والشيكولا راح نضيفهم فيما بعد. لهنا أول حاجة راح نبدأ بها هي المكونات هذو الجافة، راح نضيفهم على إطرة تاع حليب. لهنا البنات نوصيكم ونعاود تغربلو المكونات تاعكم مليح، الفارينة والمايزينا والكاكاو وشني ثاني ولافاني حبيباتي، غربلوهم مليح. ابار السكر ما يتغربلش يعني لوحوه ديريكتومون. لهنا كما راكم تشوفوا غربلت المكونات تاعي مليح مليح. هذه الحاجه اللي نوصيكم عليها. شانتي والحليب والزبده والشيكولا راح نستعملهم فيما بعد مش دركا. لهنا راح نخلط كلش بارد في بارد، يعني راح نخدم كريم حبيباتي. لهنا نخلطهم بارد في بارد مليح بالفوي كما راكم تشوفوا، وراح نحطهم على نار تكون هادئة. ركزوا البنات، نار هادئة يعني ما تزيدولهاش نهائيا، وقعدوا تخلطوا بالفوي بهذه الطريقة. وهي على النار، الخليطة تاعكم على النار وانتم راكم تخلطوا، يعني مش تحطوه وتروحوا وتخليوه حتى يبدا يغلي وتوليو تطلعوا عليه، راح تلقاوه تحرق لكم من تحت. يعني الكريمة مش راح تصلح لكم، ولا التحلية تاعكم مش راح تصلح. التحلية هذه تركية ولا غير عملت ضجة، ويعني عندها بزاف من اللي يعني خرجت بالك انا اخر وحده راح نديرها. المهم يعني راح تستفيدوا معايا بالنسبه اللي ما يعرفوهش اكيد. لهنا بقيت نخلط بالفوي حتى بدا يعقد الخليط معايا. هذا هو القوام اللي نتحصل عليه، قوام كريمي حبيباتي كما راكم تشوفوا. لهنا في هذه المرحلة تحبوا تضيفوا الزبدة والشيكولا أتارتيني باه يذوبوا لكم مليح، ومن بعد تصفيو الخليط تاعكم. تحبوا تصفيوهم بعد تضيفوهم لكم الاختيار. انا صفيت الخليط تاعي كما راكم تشوفوا، خيرت هذا العفسه هذا واش كان متواجد يعني قدام عيني. آه عفوا على رداءة الكولير، يعني مش عجبتني مره. المهم ما عنديش هكا سيار ولا. ثم شوفوا كاش طفيه يكون يعني يكون الثقب تاعها شويه محلولين، ماشي صفيه هذيك اللي غربلت لي فيها في الاول جايه شويه مسكنه ما صلحتليش. الوغ حاولوا تصفيو الخليط تاعكم مليح، نحتاجوه ليس. لهنا بعد ما صفيته ضفت عليه ملعقه تاع الزبده والملعقه تاع شيكولا اتارتيني، وبقيت نخلط بيا حتى ذابت هذيك الزبده وذابت الشيكولا مليح معايا. نتمنى تكونوا فهمتوني، يعني الفيديو راه يوضح وانا راني نشرح لكم يعني على قد ما نقدر. لهنا في السنيوه تاعي اي بلا عندكم حبيبتي من الاحسن يكون مستطيل مش دائري باش هكا ما يقعدوا لكمش بزاف الحواشي. فرشوا عليه نواه كوكو. ديروا طبقه لابس بها هكا كما راكم تشوفوا، ما تخليوش حتى فارغ. يعني السنيوه تاعكم كامل عمروها بنواه كوكو. لهنا تقدروا ديروا كوكاو، تقدروا ديروا نواه كوكو، تقدروا ديروا اي نوع من المكسرات توفر عندكم، يعني لكم الاختيار. انا توجور نخدمها بنواه كوكو، وضفت عليها صبيت عليها الخليط كما راكم تشوفوا، وبقيت الليسي فيه بهذه الطريقه. الفيديو يوضح كلش حبيباتي، ان شاء الله تكونوا فهمتوه. لهنا ليسيو بيا الخليط تاعكم وراح نحطها في الثلاجة، يعني تشد روحها بيا. في الوقت هذاك نروحوا نحضروا مع بعضنا الشانتي. لهنا عندي كاس حليب بارد وكاس شانتي. لهنا استعملت بلانش نيج.
نتوما اي شونتي موالفين تخدموا بها وتساعدكم تقدروا تخدموا بها. لهنا انايا نورمالمون ندير نصف كاس برك تكفيني. درت كاس وفضلت لي بزاف، يعني ديروا نصف كاس راح تجيكم قد قد. لهنا طلعت شونتي تاعي هادي ما درت لها حتى حاجه، طلعتها حليب وشونتي فقط. حتى تحصلت على قوام يعني حاكم روحه مليح، قوام كريمي. وجبت التحليه تاعي لقيتها يعني حكمت روحها شويه. ضفت عليها الطبقه الثانيه تاع الشونتي. حاولوا لهنا ما تكثروش الشونتي، يعني ما تجيش غالبه بزاف على التحليه تاعكم. يعني شويه شويه برك لهنا، وليسيوها مليح حبيباتي كما خدمت في المره الاولى. يعني كما درت الكريمه الاولى ليسيتها حطيتها في الثلاجه حكمت روحها، ضفت عليها الشونتي وبديت الليسي فيها بهذه الطريقه. لهنا حبيباتي بعد ما ريحت في الثلاجة حوالي 3 ساعات، ويعني ما عطيتهاش حقها الكامل، خليوها نتوما ما تحيروش عليها. انا مع التصوير كان عليا كان لازم عليا نقطعها معكم. لهنا قطعتها يعني انتم احرار في التقطيع تاعها. تحبوها كبيرة تحبوها صغيرة لكم الاختيار. لهنا في الاول لقيتها مزالت يعني ماهيش حاكمة روحها مليح. زدت خليتها في الثلاجة مدة معينة حوالي ساعة ولا نصف ساعة ونصف عفوا، وجيت الرولي فيها معكم بهذه الطريقة. وروليو التحلية تاعكم تجي رولي بهذه الطريقة ما فيها حتى خدمة كبيرة، وتجي تهبل سهلة مهلة. لهنا يعني كانت ناقصة شوية نواه كوكو، قد ما تكثروا نواه كوكو مليحة ليها حبيباتي. لهنا زدت ضفت لها نواه كوكو وراح نزينها معكم حبيباتي. نتمنى تكونوا فهمتوا مليح لا فيديو. اللي ما فهمتش تخلي لي سؤال وراح نجاوبها. عندي لافيتين زينت بها، عندي شويه سوريز. لهنا التزيين يبقى اختياري، انا يا مع التصوير كان عليا لازم عليا نزينها بنحطها لكم نتوما هكذاك، وراهي واجده بنوات كوكو وسيبون واجده. كما راكم تشوفوا زينتها بسوريز، ولهنا درت لها رشه هكا تاع لافاني لمسه خفيفه من فوق، ونشوفوها في صحن التقديم حبيباتي. هذه هي التحلية تاعي في صحن التقديم بعد ما وجدت وراهي جاهزة وكلش بنينة بزاف. قد ما نهضر لكم على البنة تاعها قليل، يعني توجدوها في أقل من ساعة، ما تديلكمش الوقت نهائيا. المكونات تاعها بسيطة ما فيهاش حاجة كبيرة. أبا شيكولا أتغتيني تقدروا تستغنوا عليها، ماشي لازم الكاكاو يعني يخدم خدمته مع السكر. يعني كإضافة برك راح تزيد لكم في البنة أكيد. لهنا يجيكم ضيوف على غفلة، تجيكم هكا خارجة تديوها في يديكم، أكيد راح تحتاجوا الوصفة هذه. ولا هنا حبيباتي وصلنا الى نهايه الفيديو وختامها مسك ان شاء الله. اللي عجبها الفيديو ما تنساش دير لي جيم، اللي مازالت ما دارتش ابوني دير لي ابوني وتفعل الجرس بيلحقها كل جديد. شاركوا الوصفه هذه مع حبيباتكم وصحاباتكم، والى اللقاء.